النهارده بقى هعمل معاكم الفراخ المشويه بطريقه سهله جدا وهتبقى دايبه جدا. بنشوف افتكاسات كتير في الفراخ، بس انا النهارده هعملها معاكم بالطريقه الاصليه، البهارات اللي موجوده في كل بيت بنفس الطعم بتاع المطاعم بالظبط. معايا اول حاجه طماطمايه كبيره، 3 قرون من الفلفل، 2 بصله متوسطه، فصين توم. هضربهم كويس في الخلاط مع ربع كوبايه ميه. هنزل عليهم بقى بربع كوبايه زيت ومعلقه كبيره من الملح. الملح هنا هيكون مظبوط جدا. وهنزل عليهم بنص معلقة من الفلفل الأسود، وكمان معلقة صغيرة من السبع بهارات، ومعايا معلقة كبيرة من بهارات الفراخ. بس كده، هي دي البهارات: ملح، فلفل أسود، سبع بهارات، بهارات فراخ. ايه رأيكم؟ سهلة جدا، تتبيلة بسيطة جدا وهتفضل محتفظة بطعم الفراخ. معايا بقى نص معلقة صغيرة من السكر وكوباية من الزبادي. كوباية الزبادي اللي انا هنزل بيها هنا اختياري، ده الزبادي اللي انا عملته معاكم. تقدروا تستبدلوه بنص كوباية لبن، هو بس بيخلي الفراخ طرية جدا جدا. هقلب الخلطة هنا عندي كويس جدا لحد ما تبقى ناعمة جدا جدا، وبعدين هنزل بالفراخ بتاعتي. شايفين الخلطة؟ مش قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي. مش هنحط بقى صوصات ولا هنحط بهارات كتير، هنا هتلاقوا الفراخ محتفظة بطعمها جدا. قطعت الفراخ بتاعتي هنا 12 قطعة، واهم حاجة تعملوا فيها فتحات، والاماكن اللي ما بين الفرخه وما بين العظم تعملوها كويس بالسكينه بحيث تخرج اي دم. قلبت هنا الفراخ بتاعتي لمده 5 دقايق كويس جدا، هدخلها التلاجة. في المرحله دي نقدر نفرزها في الفريزر، بس هنحط نص معلقه من الملح بس. دلوقتي جهزت بقى صينيه فيها 2 من ورق اللورا، و 2 من القرنفل، وكمان قرفه. هرص الفراخ بتاعتي على الشبكه بالمنظر ده. لو ما عندكوش شبكه هنحط الفراخ في الصينيه على طول. وهنا بقى انا مسخنه الفرن بتاعي على درجه حراره 220. الفراخ هتقعد نص ساعه على درجه حراره عاليه، بعد كده هخليها على درجه حراره 200. هتاخد معايا ساعتين. الصوص اللي هحطه من فوق ده اختياري، ممكن ما تحطوهوش خالص، بس انا بحب طعمه جدا. هدخلها بقى من غير ما اغطيها ولا اعمل اي حاجه، هتلاقوها احمرت لوحدها. بعد ما الفراخ بتاعتي استوت حطيتها في الطبق بتاعي، وحطيت فحمه سخنتها كويس على النار، واديتها رشه كده من الزيت، وقفلت عليها بورق الفويل. عايزه اقول لكم نكهه الفحم كانت خطيره. عملت بقى شويه رز مبهر اللي بعمله دايما معاكم، وشويه سلطه طحينه. صدقوني هتاكلوا احلى فراخ. الميزه في التتبيله دي ان هي ما بتغيرش من طعم الفراخ خالص. انتوا بتاكلوا الفراخ بطعمها الاصلي زي بتاعه بره بالظبط. هتلاقوا الفراخ دايبه معاكم. ما تستعجلوش عليها في السوا، بتاخد ساعتين. اهم حاجه الاماكن اللي فيها عظم نكسرها كويس. وكمان لازم نعمل في الفراخ بتاعتنا فتحات. جربوا الطريقه دي ان شاء الله، وهتعجبكم جدا وهتنجح معاكم. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واستنوا مني باذن الله فيديوهات تانية كتير سهله ومفيده وكمان سريعه. وقبل ما اقفل الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد. مع السلامه.